السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على كل إخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الحمام. انا كل فتره كده يا جماعه بعمل لكم ايه، كل كام فيديو كده بعمل لكم فيديو من عند الحمام عشان برضو الناس تطمن وتشوف الحمام، والناس اللي عندها فكره تقولها، اللي عنده خلفيه عن اي حاجه في تربيه الحمام طبعا بيكون اقدم مني وعارف. برضو بجد في تعليقات كتير بتفيدني ومتابعين الله يبارك لهم يا رب ويكبر بخاطرهم ويجازيهم خير بحق الايام المفترجه، اللهم امين يا رب. متابعين كتير بجد من معايا على القناه فادوني بجد في موضوع تربيه الحمام دي، وهم اللي طمنوا قلبي على فكره. يعني هم بتعليقاتهم ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم يا رب ويكبر بخاطرهم، اللهم امين. طبعا زي ما انتم شايفين اهو دي البيضه، اول بيضه اللي جات لي هي اللي انا وريتها لكم. طبعا البيضه دي كده على كلام المتابعين والناس اللي عندها تجربه في تربيه الحمام، البيضه دي حوالي بقى دلوقتي دخلت على 10 ايام، ودي دخلت على دلوقتي اسبوع. اهي طبعا اللي بيضوا النتايتين اللي بيضوا البيض ده طبعا كده على كلام المتابعين مش هيبيضوا تاني. ليه بقى؟ لان ممكن يكونوا زي ما في متابعين قالوا ممكن يكون لسه الحمام دي بشاير، يعني بيبيض بيضه واحده، او هو مغير المكان فلسه ما اطمنش على المكان فهو بيض بيضه واحده فعادي. وجيت مثلا اما قلت في الفيديو اللي مشي هنشيل البيضه دي نحطها على دي، المتابعين قالوا لي يا ام مصطفى، الاغلبيه مش متابعه واحده بجد، قالوا لي يا ام مصطفى ما تشيليش حاجه، ما تشيليش البيض من مكانه وما تشيليش اي حاجه، سيبي كل حاجه مكانها، لان انت لو شلتي بيضه من مكانها حطيتيها على المكان التاني الحمامه اللي بيضت مش هتطمن كده، مش هتطمن، فانت ما تشيليش حاجه من مكانها. فانا يا جماعه سايبه كل حاجه مكانها ما دام يعني ربنا كرم لقينا في حمام بيبيض فعادي بقى وقت ما طلعت بيضه واحده، ما طلعتش برضه هنبقى احنا برضه هنشوف النظام هيكون ايه. يعني احنا برضه هنشوف النظام هيكون ايه، هنشوف البيضه اللي هتطلع. وعايزه اقول لكم يا جماعه لو ربنا كرم والحمام اللي هي كل حمامه بيضت بيضه دي وطلعت مثلا زغاليل، انا مش هعملها للاكل، انا بالعكس انا يعني هربيها، اخلي انتاج يطلع من عندنا. يعني بدل ما انا كنت عايزه اشتري انتاج من بره ياخد على المكان، لا انا هخلي الانتاج دي بس لو ربنا كرم يعني، والحمام ده باض او الحمامتين اللي باضوا مثلا البيض طلع زغاليل وكده هخليهم هربيهم واخليهم ياخدوا على المكان عندي، سواء بقى اللي طلع دكارين نتايتين ذكر وانتايه زي ما ربنا يكرم هيخليه ياخد على المكان عندي ويبقى السلاله من عندنا على مكان انا ماشي. فانا مش هشيل حاجه زي ما المتابعين قالوا، مش هشيل اي حاجه من مكانها. وعلى فكره انا مش بعرف والله زيكم كده، بسم الله ما شاء الله عليكم طبعا، الحمام اللي هيبيض ايه واللي مش هيبيض ايه، لاني كم حمامتين باضوا نفس المتابعه الله يبارك لها قالت لي خلي بالك يا مصطفى في حمام هتبيضوا فعلا باض، وفي جزء عندك بيمشي ورا بعضه هيبيض فعلا باض فعلا، اهي حمامه باض. ف يعني انا ما اعرفش الحمام ايه علامات الحمام ممكن يبيض، يعني ايه علامات الحمام اللي ممكن تظهر عليه انه يبيض. المهم يا جماعه الناس بقى اللي بيقولوا لي حطي تمليحه من عند بتاع العلاف، انا حاطه خلطه جميله جدا يا جماعه، الخلطه بتاعت الحمام ممتازه جدا هنا، وانا كمان بزود عليها ملح طعام كتحديقه عشان الحمام بيحب الحاجات اللي فيها تحديقه، مزوده عليها ملح طعام ومزوده عليها رز ومزوده عليها نسبه قمح بسيطه جدا ومزوده عليها شعير، طبعا الشعير جدا الكويس جدا لانتاج البيض، وطبعا مزوده عليها علب بياض، جايبه علب بياض 16%، يعني انا جايبه الكلفه جاهزه بس انا مزوده حاجات عليها، انا مزوده حاجات عليها، زوده زي الرز زي الملح زي الشعير زي نسبه ملح بتاع ده، نسبه قمح بسيطه زي الحمص اللي احنا بنحطه في الكشري، بس جايبه اللي هو الصغير خالص اللي هو يعتبر 5 مللي اصغر حاجه. الحاجات دي كلها انا مزوداها من عندي. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا مش مقصره مع الحمام، وحتى علف البياض زودت عليهم علف بياض برضو، يعني ممكن اجيب ب 100 جنيه كلفه للحمام احط عليها ابو 100 جنيه كلفه للحمام دي بحط عليها ربع كيلو علف بياض، عشان طبعا علف البياض كويس جدا لانتاج البيض، بس لو كترنا منه غلط بيفرتك عنقود البيض.
وطبعا بقى ايه، بحط برضو خل في الميه لو في دهون ولا حاجه عند الحمام، الخل بيسيح الدهون. بنحط نسبه عسل كل يومين ثلاثه كده بسيطه، منشط للكبد كويس برضو. بنحط مثلا شيح لو في ديدان. يعني انا في خلال الاسبوع اللي انا ممكن ما اصورش فيه عند الحمام، انا بقول لكم انا بعمل الحاجات دي كلها. يعني انا عملت قبل كده غلوه شيح، عملت قبل كده غلوه شعير كلوي، عملت قبل كده اللهم صل على النبي حطيت منشط للكبد اللي هو العسل كل اسبوع لو مره. بس يا جماعه كل اسبوعين لو مره. المهم انا مهتميه بيه اصلا، وانتوا عارفين لما بيكون حاجه عندي في البيت عندي وبجيب حاجه اربيها، انا بحب انضف لها واحب يعني اهتم بيها، لان انت لو اهتميتي بالحاجه الحاجه هتديكي. وطبعا الصناديق جبت اهو، الباقي بره، وادي الصفيحه في اللي بات في الارض زي ما انتوا شفتوا، وخدت البيضه من ساعتها حطيتها، كانت الحمامه نايمه عليها دلوقتي وانا بسجل معاكم اول ما دخلت. والتانيه الذكر وزي ما المتابعين قالوا بيبدل مع النتايه على البيض. فانا يعني اللي بيبيض في الارض حطيت له، واللي واخد ان هو يبيض في العالي على الصفايح حطيت له، وربنا المستعان. واللي عنده معلومه يا جماعه برضو يقولها، يعني في متابعين بسم الله ما شاء الله لما بيشوفوا الحمام بيعرفوا ايه اللي بيبيض وايه اللي مش هيبيض. فاللي عنده معلومه يا جماعه يقولها. انا بستفاد على فكره، ويعني مش عايزه ان انا اكره تربيه الحمام، لاني انا ما كنتش بجيبه بصراحه اربيه، يعني لولا اولادي بيحبوه. وبعدين عندي عيل واحد بس مصطفى على 5 بنات، انا ما حبيتش ازعله لانه هو طلبوا مني كتير وقالوا لي يا ماما انا هو يعني هو في دراسته وكده بس مش فاضل تربيه الحمام، فهو بيقول لي هاتي وربي وانت هتحبي تربيته. فانا مش عايزه ازعل ابني منه، هو كمان وحيد ومش عايزه ازعله، فانا جبته عشانه هو. فانا قلت نتج بقى عندي، نتج ما نتجش هعمل ايه، مش عايزه برضو افرط فيه ابيعه بقى، فانا مش عايزه ازعل ابني. فاللي عنده معلومه حلوه يقولها، اللي شايف انا ببصوا بقى يعني باكد الكاميرا على الحمام اهو، عشان لو حد شايف حاجه يقول عنده معلومه يقولها. وبرده زي ما انتوا قلتوا انا باكل الحمام مره واحده في اليوم، يعني انا بحط له كلفه مره واحده في اليوم، وما بخليش الاكل قدامه ليل ونهار. وطبعا اللمبات كلها شلتها، كل اللمبات بصوا الدويه فاضيه، مفيش الا هي لمبه واحده اللي كنت حاطاها هناك اهي، وحرقوها اتحرقت والله مش قايده كمان. جيت اقيدها من قيمه يجي 3 4 ايام لقيتها محروقه، ما حبيتش احط حاجه تاني. سموا بالله بقى وصلوا على رسول الله وتعالوا ايه، اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله، اللهم صل عليك يا نبي. تعالوا بقى نشوف الايه، مكان الفراخ البلدي احنا عملنا ايه. مكان الفراخ البلدي احنا عملنا ايه اللي انا ذبحتها، اللي هو الديوك البلدي. طبعا دي الاوضه اللي انتوا عارفينها اللي كانت فيها الايه، الديوك البلدي. مسكت الديوك وخدت الذكر البغال اللي هو المولر من عند بقيه البط، خدت ال4 ديوك اللي كانوا هنا وخدت الذكر البغال ذبحته وفرستهم. طبعا والله العظيم في نفس اليوم الكلام ده انا بكلمكم في اول امبارح، ذبحت ونقحت وظبطت وشطفت وكيست وطلعت بالليل. عايزه اقول لكم والله العظيم طالعه بالليل، صليت العشاء، صليت المغرب واستنيت العشاء اتدنت وصليت العشاء وطلعت. طب انت ازاي يا مصطفى بالليل عندي كهرباء يا جماعه، لمبه كبيره اهي بايد اللمبات بتنور لي السطح كله عندي وانا قلت لكم قبل كده عندي نور اللي هو كهرباء على السطح كله. مسكت بقى جبت سكينه المعجون وجبت الاوضه جحدتها تكحيته بما يرضي الله. طبعا في تنظيفات رمضان يا جماعه عشان داخل علينا رمضان، مش هينفع ان انا اسيب الاوضه اعزكم الله كلها زباله وكلها سابله مطرح الفراخ البلدي، لان طبعا انتوا عارفين الاوضه دي بالذات منها للايه، منها للخلا الجوي. طبعا اي شويه مطره اي شويه ميه مع فضلات الفراخ هيبوظوا لي السقف. فانا ما استنيتش ان ما الدنيا تمطر عشان انضف، لا انا خلصت المهمه بتاعتي وخزنت الحاجه وطلعت جحدت الاوضه وعقمتها وظبطتها. يعني هي كده بقى لها النهارده 3 يوم انا مظبطاها وايه وخليها زي الفل. عارفين لو اوضه مغلقه مثلا بين 4 حيطان ولها سقف هستنى 2 3 مش هقول لا عادي، يعني استنى 2 3 ليه؟ اصل المطره مش هتبقى بعيد عنها لانها اوضه متسقفه، غير اما يكون اوضه ما لهاش سقف زي دي خالها هسيب ايه بقى يا جماعه انا؟ لا. فانا بوريكم انا عملت ايه عشان الناس تهتم بالحاجه دي، ما تهمليش في حاجتك، لان انت في شتاء جو مطر، الفضلات دي اللي هي معموله على السطح الميه هتفكها هتبوظ السقف. فضلات الطيور دي عامله زي السبرتو بتنزل على الصبه بتحرقها. فاهتموا يا جماعه بالحاجه دي، وخصوصا الناس اللي بتربي على سطح في خلا.
فاحنا خلصنا المهمه بتاع الاوضه دي وذبحنا حاجتنا وكده خلصنا منها. واوضه الحمام انتوا عارفين نظيفه ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه، شويه القش، والحمام ما بيبهدلش الدنيا، والاوضه مقفله كمان ومسقفاها. بس كده تعالوا بقى نطل على البط بالمره. طبعا اللهم صل على النبي، البط بتاعنا انا كنت هنا حوالي من ساعتين وحاطه لهم اكل البيت. طبعا انا الصبح بدري اللهم صل على سيدنا محمد كنت حاطه لهم علفه اكل البيت. طبعا ما عنديش فراخ بلدي زي ما انتوا شفتوا الاوضه، ما عنديش فراخ بلدي. اكل البيت كده خلاص بقى هم اللي اولى بيه، البط اولى بيه. ارميه؟ لا حرام، هرميه ليه؟ انا حطيت لهم علفه قويه جدا وكتير على اللهم صل على سيدنا محمد في البوله الصبح وكلوها. من ساعتين رحت طالعه عندي اكل البيت، رحت طالعه حطاه بياكلهم، ما بيقولوش لا. يا جماعه بصوا اكل بيت، حتى لو انتوا هقرب لكم برضو دلوقتي وهتشوفوا القروان هم بياكلوا اكل البيت. الطيور دلوقتي اللي هو البط بقى اولى بيه، ما ترميش حاجه. طبعا الذكر البغال اللهم صل على النبي ذبحناه، الذكر البغال ذبحناه. عندك اكل بيت ما ترموش، البط بياكل، البط بياكل، ما تقوليش ما بيقولش لا، يوفر معاكي. حتى بصوا قطع عباره عن طماطم وقشر بطاطس وقشر بصل وخيار، وكنت في بقدونس الكلام ده من ساعتين. القرونه دي كانت مليانه، يمكن كان في كمان شويه ما كانش لهم مكان حطيتهم في الارض، كانت القرونه دي مليانه. بصوا حتى لو انتوا لاحظتوا هتلاقيني في حاجات كده كنت حاطاها في الارض تاني. فيا جماعه اكل البيت الطيور اولى بيه، الطيور اولى بيه. لان انت دلوقتي انا كان مثلا عندي فراخ، كنت بقول لا في البط واحط اللهم صل على سيدنا محمد بواقي المطبخ للفراخ البلدي. اصبح دلوقتي ما بقاش عندي فراخ بلدي، يبقى اللولة بقى، اللولة البط، اللولة البط. فانت عندك اكل بيت ما ترموهوش يا جماعه عزكم الله في الزباله. البط بياكل كل حاجه، البط بياكل كل حاجه. الصلاه على النبي. البط بتاعنا الله اكبر وطبعا انا شديت ريشه من البط الابيض دي الصبح وانا بخرجه، كانت الساعه حوالي 9 الصبح، لسه فيها دم، لسه ما زال فيها دم. طبعا انا عايزه اقول لكم فيها دم ليه برضو. البط هو تقيل وكل حاجه، بس البط ما ينفعش اذبحه والريشه فيها دم، لانه هيبقى طري، مش هيبقى عظمه جالس معايا ولحمه جالس معايا وناشف، هيبقى مهمط. مش هينفع اذبح البط الا لما الريشه بتاعت الدم دي تنشف خالص. الناس اللي بتستعجل، انا مش مستعجله. وبعدين هو لسه في دم ليه بقى؟ خلي بالكم البط المسكوفي برضو مسيطر على البط البيور الفرنساوي، يعني برضو مش بياخد راحته في اكل وشرب برضو، لان البط المسكوفي شرس، كل لما البط يجي ياكل يروح نتشه معضه. فكويس ان هم نتجوا معاهم كده وعايشين اصلا لغايه دلوقتي، اللي هو البط البيور، لان انتوا عارفين ان البط المسكوفي رقم 1 في النشو والافتراس. فما ينفعش تربي اي بط معاه سوى المولر، لان هو رقم 1 في النشو والافتراس، والمولر اللي هو البغال تاني على طول منه، رقم 2 في النشو والافتراس. فلو انت عايزه تربي حاجه مع المسكوفي اللي هو الار 41 ده، او المسكوفي الخليط ايا كان، يبقى المولر اللي هو البغال. لكن اي نوع بط تاني حرام تظلميه، لان البط البيور الفرنساوي الابيض ده هافي ما بيعرفش يسيطر، بيتضرب يتنتش يجري، يخاف يشرب يخاف ياكل. المهم احنا مش هنكرر الموضوع دي تاني، وبرده دي كلام توعيه ليا ولغيري. ما تكرروش يا جماعه وتجيبوا بط بيور فرنساوي مع ار 41 مع البط المسكوفي او المسكوفي الخليط، لان مش هيتهنى على اكل ولا شرب. لولا البط الار 41 اللي هو المسكوفي ده كان زمان دلوقتي الريشه نشفت من البط ده. ليه بقى؟ قله اللي هو يخليه يهنيه على الاكل ولا شرب، بيأثر على البط، ما بيفرش بسرعه، او الريشه بتاعته ما بتنشفش بسرعه، مع انه النهارده كده يعتبر معدي الشهرين بيوم. فدي برضو نصيحه مني للمتابعين، ما تربوش النوع ده مع البط دي خالص، النوع اللي هو البور الفرنساوي مع اي نوع مسكوفي خالص. ماشي؟ بصوا هيجوع هياكل، محدش يقول لي البط ما بياكلش اكل البيت، لا امال هتوديه فين؟ احنا جايبين بطتين عشان كده يلموا اكل البيت وحسنه البيت وبواقي المطبخ. بياكل مش ما بياكلش. قبل ما المغرب يدن وجع بلاقيهم بيتوا، باجي ما بلاقيش اي حاجه في القروان ولا على السطح. ماشي يا حبايبي؟ يلا يا حبايبي، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونرضاكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو وحط لنا اللايك، واللي ما اشتركش عندنا في القناه يشرفنا اشتراكه، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.